Alhamdulillah, I'm so happy. I gotta do this. I'm trying to do this without crying. But you guys, we can't forget about. Be crying because my entire block is burnt down. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they in the middle of... في خضم الكارثة التي ضربت مدينة لوس أنجلوس ظهرت قصص إنسانية ملهمة تفيض بالمشاعر وتهز الأحاسيس. وسط ألسنة اللهب التي التهمت الغابات والمنازل في المدينة برزت مواقف غيرت حياة أشخاص إلى الأبد وكشفت عن قوة الإيمان. أحد الأشخاص تحدث عن أحداث عجيبة وقعت له وسط النيران، ومنهم من دخل الإسلام بعد أن نجا من الحريق بأعجوبة. هذه ليست مجرد حكايات عن النجاة من الحرائق، بل هي شهادات لأناس شهدوا لحظات ومعجزات غريبة وسط ألسنة اللهب. في لوس أنجلوس وسط النيران الملتهبة تظهر بين الحين والآخر حكايات تهز القلوب وتخطف الأنفاس. من بين هذه الحكايات تبرز قصة الناجي الوحيد الذي نجا من الموت بأعجوبة. في إحدى القرى اشتعلت النيران في الحي، لكن منزل هذا الرجل بقي سالما، وكأن المكان كان محاطا بدرع غير مرئي. ماركوس أحد السكان قال في لقاء تلفزيوني بعد الحادثة: أعتقد أن القصة هنا ليست عن المنزل أو عني، بل عن الإيمان. سواء كان إيمانك بالله، بالطبيعة، أو بنفسك، فإن الإيمان يمكن أن يحميك في أصعب الأوقات. كل ما فعلته هو أنني صليت ودعوت الله عز وجل أن يحمي منزلي. شعرت بطاقة إيجابية غريبة، وكأن المكان كان محاطا بحماية إلهية. وفي قصة أخرى تروي امرأة مسلمة تجربتها ومعاناتها مع الحرائق. كانت تعيش مع طفلها في منزل بسيط على أطراف غابة بلوس أنجلوس. عندما اقتربت النيران بسرعة من منازل الحي، وجدت نفسها محاصرة بلا وسيلة للهروب، فالطرق كانت مغلقة والجيران غادروا على عجل. تقول المرأة: لم أجد خيارا سوى تغطية النوافذ بالمناشف المبللة والبقاء مع طفلي بعيدا عن النوافذ. كنت خائفة، لكنني ظللت أدعو الله أن يحمينا. سمعت صوت انفجار أسطوانة غاز قريب وظننت أنها النهاية، ولكن عندما وصلت فرق الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران قبل أن تصل إلينا. بالنسبة لي كان هذا حماية ربانية. أما القصة الثالثة فتحكي عن مايك هاريس، رجل في الأربعينيات من عمره، مهندس عاش حياة بعيدة عن الدين، مركزة على الأمور العلمية والمادية. أثناء عطلة نهاية الأسبوع قرر قضاء وقت في كوخ على أطراف غابة قرب لوس أنجلوس، لكنه وجد نفسه محاصرا بالنيران التي اقتربت بسرعة كبيرة. عندما شعر باليأس والاختناق تذكر كلمات صديق مسلم قال له ذات مرة: في لحظات الضعف ستدرك أن هناك قوة أكبر منك، والإيمان هو طريق النجاة. دون أن يدري وجد نفسه يقول: يا رب إن كنت موجودا ساعدني. بعد دقائق سمع أصوات صفارات الإنذار، وتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه في الوقت المناسب. هذه التجربة دفعت مايك إلى إعادة التفكير في معتقداته. لم يصبح متدينا فجأة، لكنه بات أكثر انفتاحا على فكرة وجود قوة أكبر منه، وبدأ في قراءة المزيد عن الأديان والفلسفات الروحية محاولا فهم ما حدث له. قصص النجاة من حرائق لوس أنجلوس ليست مجرد شهادات على الدمار، بل هي تذكير بأن التجارب القريبة من الموت قد تغير نظرتنا للحياة. لكن السؤال يبقى: هل ما حدث مجرد ظواهر طبيعية أم رسالة إلهية؟ بعض العلماء رأوا أن هذه الحرائق قد تكون عقابا إلهيا على الظلم والغرور، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ربما تحمل هذه الأحداث بين طياتها رسائل تذكر بعجز البشر أمام قوة الخالق.